السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هديكوا افكار حلوه قوي لساندوتشات لاعياد الميلاد والمناسبات. هنعملها بطريقه بسيطه جدا وافكار جديده بعيده عن البانيه والكفته. اول حاجه معايا هنا فلفلتين الوان وفلفل رومي وفلفل مشطشط، انتوا بقى على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا كنت هعمل نص كيلو لحمه. انا هبدا باول حاجه بالحواوشي، عملت ميني حواوشي. فانا بحب الميكس ده قوي في الحواوشي، ميكس الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والفلفل المشطشط. لو انتوا مش متوفر عندكم فلفل الوان مش مشكله، فلفل رومي بس، وممكن كمان تحطوا بصل، بس انا ما حبيتش احط بصل، حطيت بس الفلفل الالوان والفلفل الرومي والفلفل المشطشط، ضربتهم في الكبه. مش ناعم، متوسط. وعندي نص كيلو من اللحمه، هحط عليه بقى السبع بهارات. التوابل بقى زي ما تحبوا، الذوق العام عامة. بس انا بحط 7 بهارات وملح وفلفل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة من الفلفل، معلقة برضو من 7 بهارات، معلقتين من بهارات الحواوشي الجاهزة. دي ممكن تستغنوا عنها لو انتوا بتحبوا مثلا يبقى الحواوشي طعمه عادي، لان هي بس تدي طعم تدخين. وبعد كده هننزل عليه بقى الخضار اللي احنا ضربناه في الكبة، وهنبتدي نقلب كويس جدا اللحمة مع الخضار. يفضل طبعا ان احنا نعجنهم مع بعض كويس جدا قوي لحد ما اللحمة والخضار يبقوا آه، عجينة واحدة او تشكيلة واحدة. ونسيبها ترتاح شوية في التلاجة، ونبتدي نعمل بقية الخطوات. انا هعمل الساندوتشات كلها مع بعض، بس اهم حاجة ننسق المواعيد، يعني في حاجات لازم تبقى سخنة، في حاجات عادي تبقى باردة. هنبتدي نجهز مع بعض تاني ساندوتش اللي هو حاجات السجق. بقى هقطع عندي الطماطم والفلفل، هنقطعه كبير، والفلفل برضو الالوان هقطعه كبير، والفلفل الاخضر وفلفل مشطشط برضو على حسب الذوق. وبعد كده عندي هنا نص كيلو من السجق، هبتدي افصله بس عن بعضه. ده نص كيلو حبة تقريبا، وهنبتدي نفصله بس، وهعمله حبة كاملة يعني مش هقطعه. كل اللي هعمله ده الكلام ده قبل على طول المناسبة، علشان السجق لازم يبقى سخن او يبقى دافي يعني. بعد كده عندي هنا الحلة هنزل فيها شوية زيت، وهبتدي انزل السجق عندي علشان لازم اشوحه كويس جدا، ويبتدي ينزل التوابل بتاعته. انا مش بحط زيت كتير، انا بس بحط شوية زيت بس عشان يتحمر فيه. ببتدي اقلب بقى السجق عندي. وممكن لو مثلا المناسبة عايزين نحمر السجق من بدري، مش هنحط عليه الخضار، نستنى عليه لحد مثلا قبل ما ننزل او قبل ما حد يجيلنا نعمله. وكمان اخترت عيش اللي هو السوري او البيتيبان الصغير، علشان يبقى شكله حلو قوي. الواحدة تاخد واحدة من السجق، فعشان كده خليت السجق واحدة. وبعد كده عندي برضو عيش ميني بتاع الحواوشي، جبته من عند الفرن عادي، عيش حواوشي صغير، بيبقى برضو طعمه لذيذ قوي، بيبقى شكله حلو، احنا عشان عايزين نعمل حاجة للمناسبة. وبعد كده حمرت عندي بقى السجق كويس جدا لحد بقى لونه كده خلاص، كده هو ابتدى يدخل خلاص في السوا. هنزل عندي بقى الخضار والطماطم. الطماطم قطعتها كبير عشان ما تتهريش مني، هي هتبقى طرية قوي بس ما تتهريش خالص وتدوب. وبعد كده هقلبها. لو عايزين كمان الطماطم تفضل محافظة على نفسها، ممكن تنزله في الاخر خالص، اول ما تلاقوا خلاص الحاجة ابتدت تستوي تنزله تاني. بعد كده فتحت عندي العيش بقى، بنجهز كل حاجة. نفتح العيش البلدي والعيش الفينو اللي احنا هنستخدمه. وبعد كده برضو تبقى عينينا برضو على الخضار، بقلب الخضار هينزل ميته، هنسيبه برضو يشرب ميته، والسجق يبقى من طعم الخضار والفلفل وكده. اول ما يبتدي خلاص يشرب ميته، ابتدى يدخل في السوا، هنزل عندي معلقة صغير من البابريكا، وكمان من الكزبرة، وشوية ملح حسب الرغبة. خلوا بالكم ان السجق بيبقى فيه توابل اوريدي. وبعد كده السجق عندي خلاص بقى جاهز، هقفل عليه واغطيه واسيبه. وهبتدي اعمل البرجر انا جبت نوع جامبو كده جاهز، وجبت 2 جريل عشان ابتدي احمر عليه، عشان الوقت عندي برضو. ما تنسوش ان احنا عايزين نطلع الحاجة كلها تبقى مع بعض. والستريبس عندي دخلته في الاير فراير، او ممكن في فرن، او ممكن تحمروه في زيت، بس الاحسن والافضل ان انتوا يا تحمروه في الفرن يا في الاير فراير مع شويه زيت. وساعات هو كمان الجاهز بيبقى فيه زيت، وانا عملته معاكم قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف او الكومنت،
طريقته عملته في البيت سهل جدا. وبعد كده حضرت حاجات البرجر، بما اني ابتديت اشوي البرجر لازم احضر حاجته. قطعت طماطم وشويه وقطعت كمان نص كابوتشا كده، وحطيت قدامي المايونيز والكاتشب والمستردة والباربيكيو عشان هعمل ميكس ما بين الصوصات دي. وعندي زيتون وقطعت شويه خيار وخللتهم كده في السريع، وحطيت قدامي الحاجة علشان اول ما البرجر يجهز عندي احطه على طول. بفتح برضو الكايزر، ويا ريت نجيب كايزر على قد حجم البرجر. انا ما كانش فيه برجر ميني فخلاص جبت الكايزر العادي، وجبت البرجر الجامبو. حطيت طماطمايه، واول ما البرجر عندي يكون جاهز وحطيت المايونيز وحطيت شويه مستردة. اول ما البرجر خلاص كده اتشوى عندي هحط شويه كمان من الخس، واحط عليه بقى عندي البرجر اتشوى. واحنا كل ده يعني المناسبة خلاص، يعني احنا نازلين، فلازم نبقى مجهزين الحاجة بتاعتنا، وهوريكم ازاي نظبط كل دول مع بعض. بعد كده حطيت البرجر كله وزعته في الساندوتشات. هبتدي احط بقى عليه الخيار المخلل، وممكن كمان نقطع حلقات من البصل للي حابب، وممكن كمان نستغنى اصلا عن الخيار والبصل، نستكفي بس بالصوصات علشان الوقت. وبعد كده جبت الصواني دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات وبتوع البلاستيك والسوبر ماركت. هنحط عليها مناديل علشان تكون جاهزة للساندوتشات، عشان الساندوتشات ما تميميش كده من التقفيلة. وبعد كده حطيت كاتشب وقفلتهم، وحطيت عليهم شوية كمان من الباربيكيو صوص والهوت صوص، وشلتهم خلاص حطيتهم في مكانهم. وبعد كده هحط الستريبس عادي برضو ان هو يبقى دافي مش لازم يبقى سخن، وحطيت تحتيه كاتشب ومايونيز وشوية من الخس. وهحط برضو شوية من الكاتشب على الوش، بس تخلي بالنا ان احنا ما نحطوهوش على فوق الستريبس، نحطه على العيش علشان ما يتمسحش معانا واحنا بنلفهم. ويستحسن كمان ان احنا نبقى معانا باكيتات من الكاتشب علشان العيش ما يشربش الكاتشب وما يكونش ظاهر. لو المناسبة هيبقى فيه وقت لسه عقبال ما نروح وكده، فيبقى في اكياس على طول. وحطيت البرجر مع الستريبس، شكلهم بيبقى حلو بيدوا تناسق كده. الاتنين دول اتعملوا. اول حاجة هبتدي الفهم بستريتش كويس جدا، وبعد كده اخر حاجة عندي بقى الحاجتين المفروض يبقوا دافيين، هما الحواوشي والسجق. فابتديت افرد اللحمه في كل العيش كله كله كله، وهبتدي اعمله في الجريل اسهل وحواوشي، وبتبقى طعمه خطير. بس اهم حاجه اللحمه تبقى كلها سمك واحد. وبنبتدي نشغل على النار، نخليها على نار عالية في الأول، بعد كده بنخليها على نار وسط أو مالية للهادية، وبنرش زيت على العيش من الجنبين وبنقفل عليهم. وأنا اشتغلت ب2 جريل علشان اخلص كده بسرعة. احنا بنعد على حسب العدد وبنعمل زي ما احنا شايفين كده، وبنغطيه بغطا علشان يستوي. وبرده كان عندي سيرفيس تاني علشان احط عليه بقى الحواوشي. هبتدي ارص الحواوشي بشكل حلو كده علشان البرزنتيشن برضو يبقى مهم قوي. واهم حاجة بقى ان الحواوشي ده خطير. بصوا مقرمش وطري جدا من جوه وجوسي كده، واللحمه بتاعته اهم حاجه هاتوا لحمه يبقى فيها دهون. وبعد كده ده بقى مش هلفه بستريتش، هلفه بالومنيوم فويل. وابتديت احط برضو السجق بالشكل ده، وحطيت مع كل واحده الصوص بتاعه. اهم حاجه ان السجق مش هيحتاج اي حاجه مننا غير ان هو يتحط، لان هو فيه الطماطم والفلفل الالوان فبيدي طعم حلو قوي. وده برضو هنحطه في السرفيس الصغير ده، وهنلفه برضو بالمنيوم فويل زي ما احنا شايفين كده. الحاجه هتحافظ على نفسها. الحاجات اللي ما كانتش سخنه قوي حطينا عليها ستريتش، الحاجات اللي سخنه هنحط المنيوم فويل عليها. بالشكل ده هنوصل الحاجه، هتبقى الحاجه الدافيه هتبقى دافيه، الحاجه سخنه هتبقى سخنه. طعمها لذيذ جدا وافكار لذيذه لاعياد الميلاد وكمان المناسبات. هسيب لكم في صندوق الوصف طبعا اشكال وتزيين للتورت. التورته دي مش انا اللي كنت عاملاها، بس انا عملت معاكم فيديوهات للتورت، حبوا ترجعوا هسيبه لكم في صندوق الوصف في اول كومنت. وشكرا جدا لمتابعتكم الجميله.